السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شهوات زينب يونس. مبروك عليكم هذا الشهر الفضيل، كنتمنى ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والسلامه يا ربي وكل ما كتمناو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي سيغار بلي زيبيناغ والفرماج كيجيو زوينين وبساط. ما تنساوش ديروا القناه ديالي جيم واشتراك وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم. غنحتاجو في هاد المقادير ديال لي سيغار. هنايا عندي 500 غرام ديال السبانخ، كانوا عندي هنايا في الفريغو. عندي بصله كبيره خضاريه، عندي هنايا بطاطا كبيره مسلوقه ومعكتها، عندي الابزار، شويه الملح ما نكثروش حيت مع كلشي هنا عندنا مالح، شويه ديال الاعشاب المنسمه ومعلقه صغيره ديال النشا، عندي شويه الربيع، شويه ديال الثومه، عندي هنايا 200 غرام ديال الجبن، عندي 3 ديال الفرماجات مثلثين، وعندي 200 غرام ديال الفرماج مخلط ما بين فرماج حمر وموتزاريلا. غندوزو للطريقه ديال التحضير. خديت هنايا مقله درت فيها شويه ديال الزيت، غندير فيها هذيك البصله اللي شلط. انا درت هنا الخضاريه، نتوما الا عندكم البوارو او البصله العاديه ديروها. غادي نحركها وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تدبل ليا، وعاد باش نرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما طاحت ليا البصله شويه غادي نزيد عليها الثومه. الا ما عندكمش الثومه طريه تقدروا ديروا الثومه بودر، وغادي نحرك مزيان على هذا الشكل. ومن بعد غادي نزيد عليهم لي زيبيناغ او السبانخ، غادي نخليهم نغطي عليهم ونقص البوطه ونخليهم حتى يطيحوا ليا، وغادي يزيدوا يطلقوا الماء، ولكن نقصوا عليهم البوطه باش نخرجوا منهم الماء ديالهم، عاد باش نزيدوا نشربوه. غنغطي عليهم ونرجع معكم. كيف كتشوفوا معايا راه لي زيبيناغ كيطلقوا الماء فاش كتنقصوا عليهم البوطه، يعني خاصهم يخرجوا الماء ديالهم كاملين، وعاد باش نجهدوا عليهم البوطه باش يتشربوا هذاك الماء. هنا غادي نزيد عليهم الربيع، وغنزيد عليهم الابزار والملحه والاعشاب المنسمه. غنخلي النشا هو الاخر، يعني الملحه كيف قلت لكم ما تكثروش حيت مع الفرماج والجبن والفرماج الحمر وموتزاريلا كاع هادو كيكونوا مالحين، وحتى لي زيبيناغ حتى هما كيخرجوا الملحه ديالهم، يعني ما نكثروش. وغادي نحركوا مزيان هاد العطريه ندخلوها في هذاك لي زيبيناغ وفي البصله على هذا الشكل، ونخليهم يتشربوا ليا مزيان هذاك الماء كامل. هنا من بعد ما تشربوا ليا السبانخ الماء ديالهم غادي نزيد البطاطا مسلوقه اللي سلقتها ومعكتها، وغادي نحرك مزيان نخلط البصله هذا البطاطا مع السبانخ مزيان، وغنزيد عليهم 3 الفرماجات مثلثين، وغنزيد حتى الجبن حتى هويا صافي. وغادي نطفي البوطه. من غادي نطفي البوطه غادي نزيد عليهم حتى الفرماج الحمر وموتزاريلا، وغادي نحرك مزيان ونخلي هاد لافاس نخليها حتى تبرد، عاد باش نعمرها في لي سيغار. من بعد ما بردات لي الحشوه
غادي ناخذ الورقه. انا خديت هنا الورقه الصغيره، نتوما الا بغيتوا لي سيجار ديالكم يجيو صغيورين غتاخذوا الورقه الكبيره وغتقسموها على 4 صافي وغادي تخدموا بها. انا هنا خديت الورقه الصغيره حيت مع السيده بغات لي سيجار يكونوا شويه متوسطين. غندير الجهه الحرشه هي الفوقانيه والجهه الرطبه لتحت. غندهن الورقه ديالي بشويه ديال الزيت وغناخذ قياس اللي غادي ندير هنايا ديال الحشوه وغادي نطويهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي نلصقها بالماء والدقيق. اللي بغى يدير البيض ديال البيض يقدر يلصق بالبيض ديال البيض. انا هنايا درت غير الدقيق الابيض مع شويه ديال الماء خلطتهم بها باش غادي نسد هاد لي سيكار. هنا من تكونوا كتلويو في لي سيجار خليهم شويه، يعني ما تكرزوهمش مزيان، خليهم شويه هكا مطلوقين باش من يذوب الفرماج يعني فين يتنفخ وين يجبن وما يطرطقوش لكم. هنا من بعد ما كملت لي سيجار ديالي كاملين غندوز باش نقليهم. نتوما الا بغيتو ديروهم في الفران تقدروا ديروهم في الفران. غتشعلوا عليه من التحت وتخليوه حتى يسخن مزيان ودهنوهم بشويه ديال الزيت او الزبده وتدخلوهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار من بعد ما كملتهم. كيجي الشكل النهائي ديالهم على هذا الشكل، راه كيجيو زوينين وانتم راكم عارفين المنافع ديال لي زيبينار وحتى في المذاق هكا كيجيو زوينين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. غندوز نقسم معكم وحده ونشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي زوينه معلكه لا في الشكل وفي المذاق ديالها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي شي كومونتير يكون زوين. الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.